السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وصفات الجمال، ومرحبا بكم في وصفه جديده. وكنبغي نتشكر اي وحده كتاخذ من وقتها وكتفاعل مع لي فيديو اللي كنحط. شكرا لكم على التفاعل ديالكم في اخر فيديو. وكنبغي نشكر ايضا الناس القدام والاوفياء للقناه. نتمنى ان شاء الله قناتي تكون عند حسن ظنكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي وعجبكم الوصفات الطبيعيه اللي كنقدم والطبخ والروتينات، كنرحب بكم. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه رائعه كتغطي الشيب، كتقوي الشعر وكتعطيه لون بني فاتح اكثر من رائع. صبغه طبيعيه بدون مواد كيماويه بمكونات جد بسيطه. نخليكم مع الوصفه والمكونات. بالنسبه للمكونات ديال وصفه اليوم اللي غنحضر معكم، غنحتاجوا هاد المكونات. غنحتاجوا منقوع ديال القرنفل وجدته، غنحتاجوا الحنه خاصه بالشعر، غنحتاجوا بودره الكاكاو، غنحتاجوا كذلك نسكافيه، وغنحتاجوا منقوع الشاي الاخضر، غنحتاجوا ياغورت طبيعي او زبادي، غنحتاجوا عصير ديال الحامض، وغنحتاجوا ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. ودابا على بركه الله ندوز نحضر معكم وصفه اليوم. بركه الله نبداو في تحضير خلطه اليوم للشعر. فواحد الاناء كندير منقوع الشاي الاخضر، كندير منقوع ديال القرنفل، كنضيف عصير ديال الحامض كيعطي لمعان للشعر وكيثبت لينا اللون، كنضيف نسكافيه ما يعادل 2 معالق كبار، كنضيف كذلك 2 معالق كبار ديال بودره الكاكاو. بالنسبه للكميه على حسب الطول والكثافه ديال الشعر ديالكم. الا كان شعركم طويل وكثيف ضعفوا المكونات. خلطه اكثر من رائعه كتغطي الشيب وكتعطي لينا واحد اللون زوين بزاف بني فاتح. كنضيف الحنه شويه بشويه، كنمزج مزيان حتى نحصل على خليط كريمي. كنمزج مزيان حتى تشرب ليا الحنه السوائل. غنخليها تخمر ليله كامله والغد ليه نكمل معكم الصباغه الطبيعيه. فوالا البنات، الصباغه ديالي باللون البني الفاتح كما كتشوفوا معايا عطات اللون. من بعد ما خليتها ليله كامله حصلت على قوام كريمي كما كتشوفوا. من بعد ما خليتها ليله كامله كتخمر، كنضيف ليها زيت الزيتون ما يعادل 2 معالق كبار. ممكن تضيفوا اي نوع ديال الزيت، زيت جوز الهند. ضروري البنات من شي زيت باش ترطب لينا الشعر وتعطي لينا اللمعان. كنضيف دانون السوس او الروب وكنستمر بالمزج جيدا. كما كتشوفوا معايا عطات اللون. صباغه طبيعيه 100%، ما فيهاش مواد كيماويه ولا اكسجين. كتغطي لينا كاع الشيب وكتقوي الشعر. كما كتشوفوا معايا هنايا في الصور والفيديوهات اللون اللي كتعطي لينا هاد الصباغه. بقاو معايا نوريكم طريقه الاستعمال. فوالا البنات، الصباغه ديالي باللون البني الفاتح واجد. بالنسبه لطريقه الاستعمال، كنابليكيو الصباغه كما كتشوفوا معايا هنايا في الصور والفيديوهات من الجذور حتى الاطراف. وكنغطيو شعرنا بشي كيس بلاستيكي وبيان بالسلوفان، وكنخليوها واحد المده ديال 4 سوايع. ونتمنى ان شاء الله هاد الصباغه الطبيعيه تنال اعجابكم. وميعادنا ان شاء الله في الوصفات الجايين باذن الله. في امان الله. بسلام عليكم البنات.